مساء الخير، أهلا بيكم في المحاضرة رقم 5 من الوركينج كابيتال سكادجول. زي ما اتفقنا إني شهادة الاف ام علشان أعمل الستاندر موديل الفوركاست الخمس سنين لازم أبني 7 سبورت سكادجول. السكادجول الأول هو الريفينيو سكادجول، وبعدين الكوست سكادجول، وبعدين الاسيتس ديبريشيشن سكادجول، وبعدين التاكس سكادجول، الوركينج كابيتال سكادجول، الايكويتي سكادجول، وبعدين الديت سكادجول. من الجداول المهمه معانا جدا هو الوركينج كابيتال، راس المال العام. الوركينج كابيتال هو عباره عن الكرنت اسيتس ماينس الكرنت لايبيليتي. المعادله دي بتقيس الليكويديتي على الشورت تيرم ليكويديتي، يعني بتقيس السيوله على الشورت تيرم. لو النتيجه دي طلعت لي بالبوزيتيف يبقى انا عندي flexibility to operate and grow، يعني الصناعه بتاعتي او البيزنس بتاعي بينمو. انما لو النتيجه بتاعت المعادله دي طلعت بالنيجاتيف يبقى عندي ريسك في الليكويديتي. تمام. طيب، ايه اهميه الوركينج كابيتال؟ بيخليني الوركينج كابيتال بيخليني ان انا اقدر اقيس الليكويديتي زي ما احنا قلنا، وان انا اقدر اقيس الالتزامات بتاعتي على مستوى الشورت تيرم، وبيشوف لي الكفاءه بتاعت ان انا اقدر اتحكم، اعمل كنترول على الانفنتوري والريسيفبل والبيبلز بتاعتي. لو انا عندي بور وركينج كابيتال او فقر او ضعف في الوركينج كابيتال يبقى انا محتاج اكسترنال فاند. لو الوركينج كابيتال بتاعي سترونج، قوي، يبقى انا عندي قابليه للامتداد والمرونه والتوسع. ايه الفرق بين النت وركينج كابيتال والتوتال وركينج كابيتال؟ التوتال وركينج كابيتال زي ما احنا قلنا هو الكرنت اسيتس ماينس الكرنت لايبيليتي، والمعادله دي بتنكلود الكاش والريسيفبل والانفنتوري، كل محتويات الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي. انما النت وركينج كابيتال وهو بيسمى بالاوبريتنج وركينج كابيتال ده بيفوكس على الاسيتس واللايبيليتي اللي هم بيدخلوا في الاوبريشن بتاعي، اكسبت الكاش من الكرنت اسيتس، واكسبت ذا نون انترست بيرنج كرنت اسيتس، كل الاصول اللي بتجيب فوائد، اللي بتجيب فايده بنكيه او اي حاجات بتخش فيها الفوائد اللي بتجيب فايده للشركه، يعني كاش. واكسبت الديت فور كرنت لايبيليتي، برضو بنكسبت الايه، الديت، الديون البنكيه والقروض طويله الاجل والفاسيلتيز. يبقى انا اما اجي احسب الاوبريتنج ورك كابيتال يبقى انا بفوكس على الاكونت ريسيفبل والانفنتوري والاكونت بيبل. ليه انا باكسبت الكاش او الديت او نون انترست بيرنج كرنت اسيتس؟ علشان هنا الكاش is not included in the working capital cycle analysis because it is not part of operation. الكاش مش جزء من الاوبريشن بتاعي، وبناء على كده بقدر احدد الكاش كونفرشن سايكل بتاعتي اللي هو بيميجر او بيقيس الكفاءه بتاعت الكومباني بتاعي او البيزنس بتاعي، ان انا اقدر اكونفيرت اتس اوبريتنج وركينج كابيتال انتو كاش. يعني الكاش كونفرشن سايكل هو ازاي بقدر احدد حاجه اسمها دوره تحول النقد. يعني انا عندي الاكونت ريسيفبل والانفنتوري والاكونت بيبل، دول بيدخلوا في الاوبريشن. انا بشتري الخامه بتاعتي، بصنع، بدخلها المخزن، بنتج، ببيع للعملاء بتوعي، بحصل الفلوس، والدوره دي اسمها دوره تحول النقد، ودي بتبقى بعدد الايام وهنعرفها دلوقتي مع بعض. ايه هو الكاش كونفرشن سايكل؟ في حاجه اسمها هنا داي سيلز اوتستاندينج، الدي اس او،
ودايز انفنتوري اوتستاندينج الدي اي او، والدايز بيبل اوتستاندينج الدي بي او. الفورميولا ايه؟ ازاي احسب الدي اس او؟ وهنعرف فايده الكلام دوت، ما تستعجلش معايا. الدي اس او عباره عن الاكونت ريسيفبل divided by sales revenue في 365. 365 دي عدد ايام السنه. الدي اي او عباره عن الانفنتوري على الكوكس في ال 365 يوم. وهقول لك دلوقتي ليه هنا اما جيت احدد الدايز انفنتوري او ستاندنج قسمت الانفنتوري على الكوكس. هنا في الدي اس او حولت لي الاكونت ريسيفبل بتاعتي على السيلز او الريفينيو. طيب الدي بي او عباره عن الاكونت بيبل على الكوكس في 365 يوم. طيب المعادله دي بتقيس ايه؟ How many days it takes to collect cash from customers. أنا استغرقت كام يوم علشان أحصل فلوسي من العملاء. يبقى الدي اس او بتميجر إيه؟ How many days it takes to collect cash from customers. طيب الدي اي او بتميجر إيه؟ How many days inventory stays before being sold. أنا المخزون بتاعي بعته في خلال قد إيه؟ أو نام عندي في المخزن قد إيه لحد ما بعته. الدي بي او بيميجر how many days the company takes to pay suppliers. يعني انا دفعت فلوسي للموردين بتوعي بعد كام يوم. طيب هنا زي ما قلنا ان الاكونت ريسيفبل بيلينكينج مع السيلز او الريفينيو. الانفنتوري بيتقسم على الكوجز، الاكونت بيبل بيتقسم على الكوجز. يبقى انا عندي لازم اعرف الكلام ده كويس، اني الاكونت ريسيفبل لما اجي احسب الدي اس او بيتقسم على السيلز او على الريفينيو. اما باجي احسب الدي اي او الانفنتوري بيتقسم على الكوجز. الدي بي او اما باجي احسبها بكتب الاكونت بقسم الاكونت بيبل على الكوجز. طيب انا بجيب ليه الدي اس او والدي اي او والدي بي او علشان اطلع الكاش كونفرشن سايكل 3 سي. يبقى المعادله بتاعتي الدي اس او بلس الدي اي او ماينس الدي بي او. لو المعادله دي بتديني الكاش كونفرشن سايكل ده عدد ايام. لو طلع لي شورت يبقى انا عندي فاستر ليكويديتي، في سرعه في السيوله. لو لونج يبقى الكاش تايد اب ان اوبريشن، يعني الفلوس بتاعتي بتنام في التشغيل او تتعطل في التشغيل. هنشوف مثال دلوقتي على الموضوع ده. ده اكزامبل. الريفينيو عندي 3 مليون 650، الكوكز عندي 7 مليون و300، الانفنتوري عندي 600,000، اكونت ريسيفبل 500، الاكونت بيبل 400. يبقى انا عشان احسب الدي اس او بقول اكونت ريسيفبل على الريفينيو في 365، يبقى 500 على 3 مليون 650 في 365. بقدر اطلع الدي اس او يعني 50 يوم. الدي اي او انفنتوري على الكوجز في 365 يبقى بيطلع لي 30 دايز. الدي بي او اكونت بيبل على الكوجز في 365 يبقى المعادله عندي بتطلع 20 يوم. يبقى الكاش كونفرشن سايكل ال 50 بلس 30 ماينس ال 20 يديني 60 يوم. يبقى company takes 60 يوم to turn working capital into cash. يبقى الشركه بتاعتي بتستغرق 60 يوم علشان احول راس المال العامل بتاعي او الوركينج كابيتال بتاعي للكاش، تستغرق 60 يوم. اوكي جميل جدا. نوصل هنا للجزء بتاع الوركينج كابيتال سكادجول. انا حابب ان انا اعرفك وافرجك على السكادجول بتاعي بدل ما اخش بيك على الاكسل تقول هو بيعمل ايه. يبقى لازم اعرفك وافرجك احنا هنوصل لايه وبعدين نروح نشتغل على الاكسل.
ال3 سنين دول هم الاكتشوال الهيستوريكال داتا بتاعي موجودين، هو بيبقى مديهم لي اصلا في الامتحان او الداتا دي بتبقى عندي. انما ال5 سنين دول من 2022 ل 2026 دول الفوركاست بتاعي. ايه فايده الوركينج كابيتال سكادول؟ ان انا بعمل اكسبكت الفوركاست بتاعي للوركينج كابيتال، عايز اعرف الوركينج كابيتال بتاعي هيبقى عامل ازاي في خلال ال5 سنين الفوركاست بتوعي. هنا بنبدا بالدايز بير يير، وبنشوف عدد الايام، وهنشوف المعادله بتاعتها بتتحسب ازاي عشان اقدر اطلع هنا عدد ايام الفرق بين السنه دي والسنه دي كام يوم، والفرق بين السنه دي والسنه دي كام يوم، وبشوف المعادله بتاعتي اللي هستخدمها. وبعدين بجيب احط هنا النت ريفينيو والكوست اوف سيلز، ودول بجيبهم من الانكم ستيتمنت بتاعتي، من الانكم ستيتمنت ايتم. دول انا بجيبهم من الانكم ستيتمنت بتاعتي، وهنشوف هنجيبهم ازاي. ولازم نحطهم عندي هنا، لان زي ما احنا قلنا اما اجي اطلع المعادلات الدي اي او والدي بي او لازم بشوف بتتربط المعادلات دي زي ما احنا اتكلمنا بالكوجز والريفينيو والكوجز. يعني عشان اطلع الدي اس او والدي اي او والدي بي او لازم يكون قدامي قيمه الريفينيو وقيمه الكوجز. اوكي، يبقى انا بجيب قيمه الريفينيو هنا قدامي، وبجيب قيمه الكوجز قدامي، وببدا احط هنا الدايز بتاعتي. وده هنشوفهم بيتحسبوا ازاي. دي عدد ايام عندي، دول اكتشوال وهتشوف هنجيبه احسبهم ازاي، ودول ال5 سنين فوركست دول عدد ايام. هنا البالانس بتاع ايه؟ الحاجات دي كلها، البنود دي كلها موجوده في قائمه المركز المالي او البالانس شيت. دول عباره عن الكرنت اسيتس، احنا قلنا هنكسبت الكاش والديت من الموضوع، ودول الكرنت لايبيليتي بعد برضو ما شلنا الديت من الموضوع، علشان اقدر اطلع النت وركينج كابيتال، وهقول لك المعادله بتاعتها ازاي عشان تطلع النت وركينج كابيتال هنا. وبعدين بتقدر تطلع التشينج ان وركينج كابيتال، وهقول لك الحاجات دي بعد ما بنخلص الوركينج كابيتال سكادجول بنربطه ازاي بالقوائم الماليه بتاعتنا. ممكن نروح دلوقتي على الاكسل بتاعنا ونشوف هنشتغل ازاي على الوركينج كابيتال سكادجول. انا عندي هنا دي القوائم الماليه، دي قائمه المركز المالي البالانس شيت، ودي كاش فلو قائمه التدفقات النقديه، ودي الانكم ستيتمنت. اوكي، هنيجي هنا علشان نطلع المعادله بتاعه عدد الايام. ركز معايا، هنقول يساوي ايكوال ديت، معادله اسمها ديت. هنا بيقول لي الير، ادي الير، واقول له كوما مانثs، احنا عندنا كام مانثs؟ 12، كوما دايز 31، واقفل البراكتس واقول له ماينس. اعمل تاني برضو معادله الديت. اوكي، الير كوما 12 مانثs، كوما الداي 31، ونقفل البراكتس بتاعتي. هنا اداني الفرق بين سنه 2022 و2019 366 يوم. اقدر اخد المعادله اللي انا عملتها دي كنترول سي، واتحرك كده واقول له الت كنترول في، فورميولا هتطلع لي. يبقى طلع لي عدد الايام للفرق بين كل سنه. في شهاده الاف ام في اي بيحط هنا عدد الايام كلها 365 يوم، انما شهاده الاي اف ام بيقول لك لازم، او يعني يكون افضل لو عملت عدد الايام بالظبط بناء على المعادله دي. طيب، هجيب من هنا ارقام النت ريفينيو موجوده عندي فوق في الانكم ستيتمنت، اطلع اجيبهم من الانكم ستيتمنت.
وبنشتغل بالاكسل. بتستخدم الكيبورد بحيث ما تقعدش تتحرك بالماوس، ما تبقاش عارف انت فين، فتطلع تاخد القيمه بتاعتك من الانكم ستيتمنت، وتطلع تاخد الكوست بتاعتك من الانكم ستيتمنت برضو. ادي الكوست اوف سيلز، عملناش اي حاجه، عملنا لينك بس. وناخد كنترول سي، الت كنترول في، فورمولا. جميل جدا. انا عندي هنا زي ما قلنا الديز بتاع الاكونت ريسيفبل والاكونت بيبل. انا عايز اعلم لك كده عشان تبقى عارف ان دي اكونت ريسيفبل اكسبت الكاش، ودي اكونت بيبل، سوري current assets. دول current assets ودول current liability، سوري. نعمل كده عشان تبقى شايف بس الالوان. وهنا برضو نفس الكلام، ده current assets. بالانس بقى، احنا هنا فوق قلنا ان ده دايز وده بالانس، وهنشوف هنجيب قيمتهم منين دلوقتي. انا عندي هنا الاكونت بتاع الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي، هنطلع نجيبهم من البالانس شيت. قدامي هنا ادي الاكونت ريسيفبل، بعدين الانفنتوري هنجيبه من البالانس شيت. ادي الانفنتوري، وبعدين prepaid expense هنجيبه برضو من فوق من الكرنت اسيتس. قدامي والاذر اسيتس موجود برضو فوق في الكرنت. ادي الاذر. جميل. طيب اجيب بقى الاكونت بيبل، موجود برضو في البالانس شيت. ادي الاكونت بيبل، وادي الاذر liabilities موجود برضو. ادي الاذر. لو خدت بالك احنا هنا استبعدنا البانك ديت، احنا هنا اشتغلنا على الكرنت اسيتس كرنت لايبيليتي اكسبت الكاش من الكرنت اسيتس، ما خدناش ده. وهنا في الكرنت لايبيليتي ما خدناش الديت والريفولفنج، فاحنا خدنا دول وخدنا دول، عشان احنا زي ما اتفقنا قلنا اما بنيجي نشتغل على النت وركينج كابيتال بنستبعد الكاش والديت. طيب جميل جدا. انا ممكن كده نعمل كنترول سي، الت كنترول في. طيب انا جبت دلوقتي البالانس بتاع الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي، محتاج اجيب الدايز. هنا ركز بقى معايا عشان ده اللي احنا اتكلمنا فيه في الوورد اول ما بدأنا المحاضرة. ازاي اجيب الدايز بتاع الاكونت ريسيفبل؟ ركز معايا في المعادلات دي، بسيطة جدا جدا، ونفس اللي احنا اتكلمنا عليه في اول محاضرة. هنقول يساوي بالانس للاكونت ريسيفبل على النت ريفينيو في 366 لعدد الايام. انا جبت كده الدايز بتاع الاكونت ريسيفبل. طيب الانفنتوري بالانس على الكوجز هنا في ال 365. يبقى عشان ما تحيرش نفسك، يبقى الاكونت ريسيفبل فقط هو اللي بيتقسم على النت ريفينيو، والباقي كله بيتقسم على الكوجز. اوكي نعملها تاني علشان نجيب الاكونت ريسيفبل دايز. بقول ايكوال اكونت ريسيفبل على
النت ريفينيو في عدد ايام السنه. الانفنتوري بالانس على كوست اوف سيلز في عدد ايام السنه يساوي البريبيد اكسبنس على الكوست اوف سيلز في عدد ايام 366. تاني الاذرز اسيتس دايز، يبقى ادي الاذر اسيتس على الكوكس في 366 يوم. الاكونت ريسيفابل بالانس على الكوست اوف سيلز او الكوكس في 366 يوم. انا ما بدخلش حاجه بايدي، انا كل معادلات في الموديل، انا ما بدخلش حاجه بايدي، كل الموضوع كله معادلات. other liabilities days على الكوجز في 366 يوم. جميل جدا. طلعنا اول سنه اللي هي سنه 2022 الدايز. اخد دي كده اعلم عليها شيفت وادوس زرار لتحت كنترول سي، واجي هنا عشان يجيب لي نفس المعادلات الت كنترول في واقول له فورميولا. جميل جدا. انا جبت عدد الايام بتاعه السنتين الاكتشوال بتاعي اللي هم الهيستوريكال داتا بناء على البالانس بتاع الاكونت الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي اكسبت الكاش واكسبت الديت. طيب انا عايز اجيب بقى هنا في الفوركاست الخمس سنين بتوعي عدد الايام المتوقعه للكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي. ممكن استخدم حاجه هنا اسمها الافريج، معادله الافريج، واعلم كده واقفل البراكتس بتاعي. جميل جدا. طيب انا عدد الايام هنا طلع لي 46.7. طيب مفيش حاجه اسمها عدد ايام 46.7 هنا عشان ده اكتشوال، ما عندناش مشكله. انا عشان اجيب عدد الايام هنا بعد كده عايز اشيل الكسر ده، ففي معادله اسمها راوند. واجي هنا في اخر المعادله اقول كوما زيرو واقفل البراكتس بتاعي، شال لي السبعه، يبقى انا كده بتكلم في 47 يوم. اخدها كده كنترول سي وانزل اقول له الت كنترول في فورميولا، وبعدين اخد ده اثبت بقى عدد الايام السنه بتاعتي اللي طلعت لي في 2022 دي فوركاست، واثبته على مستوى كل واثبته على مستوى كل السنوات اللي جايه بتاعتي فوركاست، واعمل كده الت كنترول في. يبقى انا ثبت عدد الايام معايا في الفوركاست ده اكسبكتد، ده توقع. يبقى انا هنا قدرت اوصل لعدد الايام بتاعتي فوركاست للكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي. كده انا اقدر بكل سهوله جدا اجيب البالانس بتاعي للاكونت ريسيف الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي. طيب نشوف بقى المعادله دي نعملها ازاي. انا هنا هنا كنت بجيب الدايز، هنا انا عايز اجيب بالانس، بقول ايه؟ ايكوال account receivable days على days في النت ريفينيو. اوكي تاني. طيب ايكوال، هنا عندي account receivable days على ايام على ايام في بالانس، بس account receivable بتتضرب في ايه؟ في النت ريفينيو. جميل جدا. طيب
هنا انفنتوري على ايام في كوكس. هنا البريبيد دايز على دايز، عدد ايام السنه في الكوكس. دايز في الاذر اسيتس على دايز، انا كل ده عشان اجيب البالانس في الكوكس. اكونت بيبل دايز على عدد ايام السنه 365 في الكوكس. other liability days على 365 في الكوكس. جميل جدا. ده كده انا جبت البالانس في سنه 2022 فوركاست. اشد اعلم معايا كده كنترول سي، واجي امشي المعادله بتاعتي بالت كنترول في، كده سمعت معايا. جميل جدا. عايزك تاخد بالك من حاجه عشان وانت شغال، عشان زي ما انت شفت المعادلات كتير. خد بالك من حاجه اسمها الترند. يعني ايه الترند؟ يعني بص كده هنا البالانس عامل ازاي؟ 27 28 32 30 36 36 34. الترند ماشي، فرق واحد فرق اتنين، الامور ماشيه. طب افرض وانت شغال في المعادله بصيت لقيت الرقم ده 70، يبقى عندك مشكله في الترند بتاعك. لازم يبقى عينك على الترند، هيريحك كويس وانت شغال، هيعرفك انت ضربت ايدك معادله غلط. بدل ما تقسم على الكوكز قسمت على الريفينيو، بدل ما تضرب في عدد الايام رحت ضارب في مكان تاني. الترند هيوضح لك الموضوع. بص معايا هنا الرقم ده كده 41 39 41 41، مفيش مشكله. هنا عندك 18 18 19 20 21 22 23. هو ده الترند. هيريحك كويس جدا، بدل ما الموديل بتاعك يضرب معاك، يبقى وانت شغال شايف الارقام قدامك سموز وباينه وواضحه. اي خطا معاك في المعادله، لان ده وارد مع اي حد هو شغال يطلع بالمعادله في مكان خطا. جميل جدا. طيب هجيب النتوركينج كابيتال بتاعي منين؟ ازاي؟ ركز معايا. احنا قلنا اهو ده الكرنت اسيتس، وده الارقام دي الكرنت لايبيليتي. عشان اجيب النتوركينج كابيتال بعمل ايه؟ ركز معايا. sum واعلم على الكرنت اسيتس، واقفل بريكس ماينس sum، واخد الكرنت لايبيليتي واقفل البراكتس بتاعي تاني. يبقى انا بشوف الكرنت اسيتس ماينس الكرنت لايبيليتي عشان اقدر اطلع النتوركينج كابيتال، واقول كنترول سي واجري المعادله بتاعتي الت كنترول في. يبقى انا جبت النتوركينج كابيتال. بص النتوركينج كابيتال بتاعي عامل ازاي؟ 65 65 61 60 67 69 69. يبقى النتوركينج كابيتال بتاعي كويس، او الوركينج كابيتال بتاعي كويس جدا. الصناعه دي قويه جدا. جميل جدا. هنجيب التشينج في الوركينج كابيتال. هتقول هنا يساوي بريفيوس يير ماينس الكرنت يير، واعمل كنترول سي الت كنترول في. كده احنا طلعنا النتوركينج كابيتال، ودوت بيتعمل له لينك في الكاش فلو فوق، والنتوركينج كابيتال برضو بيتعمل له بالكاش فلو، ودول بيتربطوا
البالانس شيت بتاعي في الكرنت اسيتس، لان دول بالانس. اوعى وانت بتربط فوق في الموديل بتاعك هنا، عشان انا اعمل لهم لينك كله اتربط معايا. يعني بص ده جاي منين؟ ده جاي من ام 264. ادي ام 264 معمول له لينك. يبقى انا لما باجي اعمل لينك فوق، وده هنتكلم عليه في المحاضرات اللي جايه، ده انا كل اللي انا بعمله في السكادجول بتاع الوركينج كابيتال، بعمل اكسبكت وفوركاست للوركينج كابيتال بتاعي عشان اربط الكلام ده عندي في القوائم الماليه. محاضره الوركينج كابيتال واحنا شغالين في التريننج تبقى اكتر تفاصيل. بنتكلم كويس جدا على ازاي تقدر تشوف الوركينج كابيتال تاثيره ايه على الصناعه بتاعتك، وبنشوف الترند بتاع البالانس بتاعي، ازاي بقدر احدد الدايز بتاعتي، معنى ايه نت وركينج كابيتال وتاثيره ايه وشكله عامل ازاي، التشينج ان وركينج كابيتال التغير ايه في راس المال العامل، وازاي بنربط ده الارقام اللي احنا طلعناها في القوائم الماليه والثري ستيتمنت. المحاضره بتاعت الوركينج كابيتال مهمه جدا جدا. لازم كل محاسب، كل سي اف او، كل حد عنده بيزنس لازم يبقى عارف ايه عدد الايام بتاعته اللي بيتحرك فيها الكاش بتاعته، وازاي يقدر يحسب عدد الايام والكاش كونفرشن سايكل، دوره تحول النقد بتاعته. مهمه جدا المحاضره دي يا جماعه. وده كان جزء بسيط جدا عن المحاضره رقم 5 من وركينج كابيتال سكادجول، وازاي بنشتغل عليه، يعني ايه كاش كونفرشن سايكل، ازاي احسب دوره تحول المخزون، دوره تحول المبيعات، دوره تحول اكونت بيبل والاكونت ريسيفبل. مهمه جدا محاضره الوركينج كابيتال سكادجول. تابعونا، اشتركوا معانا، نتكلم في تفاصيل اكتر في المحاضره. احنا بنعمل فيديو صغير اختصار بسيط ل الوركينج كابيتال سكادجول اللي بيتربط بالقوائم الماليه. متشكر ليكم، ونتقابل في ملخصات كده صغيره للي حابب يراجع ازاي يشتغل على الوركينج كابيتال سكادجول او جدول راس المال العام. متشكر ليكم، وتنورونا في اي وقت، ومنتظرين اشتراككم معانا. الشهاده دي قويه جدا جدا، يعتبر من اقوى الشهادات الموجوده على مستوى العالم في الفاينانشال موديل. معهد قوي جدا، الامتحان بتاعها قوي جدا، متراقب كويس جدا. معنى ان انت خدت الشهاده واجتزت الامتحان ان انت قوي جدا وفاميليار، و يعني الشهاده بتديك مور ادفانسد وقوه في اي انترفيو في شركتك. يعني هتترقى بسرعه في شركتك لو انت محاسب صغير، هتفهم البيزنس كويس. وتحياتي ليكم، ونتقابل ان شاء الله في محاضرات جايه باذن الله. متشكر ليكم يا جماعه ولوقتكم. مع السلامه.